بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا وإياكم إخوتي الأعزاء بعض العادات عند العشائر المخالفة للشرع والقانون والأخلاق، ويجب علينا محاربتها ونبذها. وراح أشرح لك شلون. أنطيك بعض الأمثلة. وحدة من عتن تصير حالة قتل، وطبعا الدماء محترمة والدماء مصونة، وحرمة الدماء اللي أشار لها الرسول صلى الله عليه وآله أعظم عند الله من الشهر الحرم ومن بيت الله الحرام، والحديث مشهور ومعروف. صار قتل، اجت العشيرة الفلانية، جابوا نقلة والسادة والجاويد للعشيرة المقتول وقعدوا. انتبه وين الخلل. يقول له يابا فصلنا هالقد 50 مليون 100 مليون، صاير هالايام اكو موديل مليار ما ادري ايش يبيع، نص من الديوانيه هم ما تجيب مليار. على كل حال يابا بس ماكو تنازل، وهذا دمه مهدور ويبقى بالسجن ومنا لمن ينعدم. زين يابا كان تأمل ماخذ الدية. واضحه الصوره وين الخلل. اما انت تقول اني ورا الاعدام ورا المحكمه، او لا اني اطارده بالشارع واقتص منه مثلا في سبيل المثال، واما لا والله احتكم علما للشرع الشريف واخذ ديتي. مو واضحه الصوره. اما مساله تاخذ ديتك وتحكمه بالاعدام، انا هاي مو دفاع عن المجرم ابدا، ولكن جاي ابين حاله اجتماعيه وشرعيه وفتيائيه عند العلماء. هذا تاريخ الائمه عليهم السلام، هذا تراث ائمتنا، هذا تراث رسولنا صلى الله عليه واله، هذا تفسير لايات القران. اما انت تاخذ القصاص باي طريقه كانت، واما لا والله تاخذ الديه وعفى الله عما سلف. اما الاثنين انا هاي، واعتقد انتم تأيدوني بالقرار هذه قرار مخالف للشرع ومخالف للقانون. اوضح لك بعد اكثر، توضيح اكثر. زين الدور شو يسوي مثلا من تجي المشيه واخذت الديه، وهذا المقتول عنده اطفال وعنده قصر وعنده كذا، ذني ثلث للصندوق، وذني للشيخ العشيرة، وذني فرشة، وذني ما أعرف شنو. يا أخوان المقتول الدية للورثة، الدية للورثة. إذا كانوا الورثة كبار، أب أم مثلا زوجة، ممكن أن تتنازل برضاتها عن دية المقتول هذا. ولكن الأطفال القاصرين، قاصرين يعني شنو؟ يعني إذا ولد دون ال 15 وإذا بنت دون التسع سنوات، لا يجوز لشيخ العشيرة أو أيا كان ياخذ من هاي الدية بأي تحت أي عنوان، وإلا هو يوم القيامة يحضر روحه ويحضر سؤال الرب العالمين اللي تحدث به المحكمة الكبرى. زين هذا جانب أيضا ذكرته. جانب آخر، أكو بعض العشائر عندهم ناس من عشائرهم، يعني شيخ عشيرة عنده ناس غير مطيعين إليه أو طالعين من الطريق، ومسوي بهم كتاب فسخة بين أنا هذا لا مسؤول عليه عشائريا ولا شرعيا ولا قانونيا وهو ينجاز. تجي العشيرة تقاوم من هذا، قل له لو نقتل الشيخ لو يجي يفصل. يابا شنو عنوان الفصل؟ شنو عنوان الدية؟ يقول له افصل عن روحك. يابا شنو روحي؟ إيه هذا أحسن ما نقتلك، تعال. سامعين بيه لو ما سامعين بيه؟ هاي مر علينا ولا؟ يسمونه فصل عشيرة. شو بالله طلع لي الشرع وين اكو فصل عشيرة ويبقى القاتل اما هارب او يبقى بالسجن او يبقى مطارد او يبقى كذا؟ اكو هيك عندنا؟ ومنين جتنا هاي العادات السيئة؟ يعني صار 1400 الاسلام لحد الان السماء تقول والرسول يقول والأئمة يقولون والعلماء يقولون، وإحنا لا زالت عندنا هاي العادات العشائرية الجاهلية لا زالت سائدة في مجتمعنا. أنت لو هاي واحدة من عندنا هذا مطارد، وبعدين شنو ذنب عشيرته؟ شنو ذنب عمامه إذا ما يقدرون له؟
الملاحظة الأخرى وهي مسألة المخدرات والإرهاب. الإرهاب اللي هذا يفجر يقتل أحزاب تياراته، أو المخدرات اللي هذا أصبحت اليوم حتى طائرات مسيرة عندهم، حتى يعني شغلات منظمة تنسيق مع دول الجوار. يا أخوان هذا عشائريا علينا إحنا يعني رؤساء العشائر أن ننبذ هذه الأطراف، ننبذ هذه الناس، ننبذ هذه النماذج، ونطلع بهم قرار بأن العشيرة ما مسؤولة عن كل من يتاجر بالمخدرات والممنوعات، وكذلك الذي يقوم بأعمال إرهابية. مو هاي الواجبة؟ ليش؟ حتى هذا مرة ثانية يتأدب، مرة ثانية يعرف قيمته، مرة ثانية يعرف بأنه هو بالمجتمع ما إلى سند عشائري أو اجتماعي حتى يرجع عن غيه ويرجع إلى أخلاقه ويرجع عن تجاوز القانون وتجاوز الأخلاق والعرف والدين. مو هاي واجبة لو مو واجبة؟ زين، هاي نقطة. نقاط أخرى بخصوص ال 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 أيضا العادات العشائرية، وأنا أذكر لك مثال. قبل أيام بيت طفر عليه حرامي، واحد من الجيران شاف الحرامي من طفر، افتر له، شافه من السطح من بيته، افتر له من جهة ثانية، أو لزم له باب الحوش مال الجيران، أو لزمه كمشة وسلمه لمن؟ سلمه للشرطة. وطلع صاحب البيت وكمشوه وخابره النجدة. أنا هاي مو يعني هاي واقع حال، هاي قصة مو وسلموه، خذوه للمحكمة. هذا اشتكى قال عمي هذا الحرامي وكمشناه داخل البيت. ورد كم يوم يجي شيخ العشيرة علما لهذا اللي لزمه للجيران، يقول له انت يا مالتك انا مقاومك، ليش تلزم الحرامي ابني ببيت جيرانك؟ اسالك بالله، وين الاخلاق؟ وين القانون؟ وين الدين؟ زين انت ليش ما منعت ابنك ان يكون ان لا يكون حرامي، ان يكون خوش ادمي، ان لا يسرق؟ يا اخوان هاي العادات علينا رؤساء العشائر نبذها، وإلا فيوم القيامة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم القيامة شنو اللي ينفعك؟ ينفعك والله أنا شيخ فلان، أنا شيخ آل فلان، شيخ أشيرة كذا، شيخ كذا؟ أبدا ما تنفعك. أنا أتكلم لك من وجهة النظر الشرع، هذا كلام العلماء اللي ماخذينه من كلام الأئمة. الأئمة ماخذين كلامهم من النبي صلى الله عليه وآله. النبي أخذ كلامه من الله سبحانه وتعالى. فأنت أمام امتحان، أما تكون مع الله سبحانه وتعالى أو لا تحارب الله سبحانه وتعالى ورسوله. مو هيك الآية القرآنية؟ نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق رؤساء العشائر ويوفق المجتمع، أن يكون مجتمعنا آمن، أخلاقيا ملتزم، قانونيا أكو التزام، عرفيا أيضا تكون الأعراف ملاصقة موازية ومتكاتفة ومؤازرة للشرع والقانون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.